مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ ووصلنا للمباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022، وبهاي الحلقة راح أتوقع لكم بطل كأس العالم قطر. وأنا بحلقات سابقة توقعت دور المجموعات، توقعت دور ال16، توقعت دور ال8، وتوقعت دور النصف نهائي، وبجميع التوقعات كانت توقعاتي صحيحة بنسبة 50 ل 75%. بس بدور النصف نهائي بصراحة خبصت الدنيا وتوقعاتي كانت خاطئة كليا. وروابط الحلقات راح تكون أسفل الوصف. وقبل ما نبلش يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتوصلوا لي هذا الفيديو ل 500 لايك. على السريع بنروح على التفاصيل. وقبل ما أتوقع بطل كأس العالم قطر 2022 بدي قارن بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا ب4 نقاط. النقطة الأولى هي نقطة الروح والقتال، النقطة الثانية هي نقطة أخطاء المدافعين بالمباريات، والنقطة الثالثة هي النقطة التكتيكية بالمباريات. أما النقطة الرابعة فرح تكون مقارنة بين المدربين. وبنروح لأول نقطة على السريع وهي نقطة الروح والقتال. وبهاي النقطة المنتخب الأرجنتيني بيتفوق بنسبة 100% على منتخب فرنسا، لأنه منتخب الأرجنتين عنده هدف يربح كأس العالم بعد غياب دام 36 سنة من عام 1986. وبالأخص ميسي عنده هدف يربح بكأس العالم قطر، لأنه هذا المونديال هو آخر مونديال لميسي، واللاعبين كلهم عبيقاتلوا كرمال ميسي يربح كأس العالم قطر. يعني الروح والقتال بمباريات الأرجنتين شفناها بأعلى المستويات. وبهاي النقطة المنتخب الأرجنتيني بيتفوق على المنتخب الفرنسي، لأنه المنتخب الفرنسي هدفه يربح بكأس العالم بس ليثبت للعالم أنه قادر يربح بكأس العالم، إلا هو ربحان كأس العالم بال2018. ومنروح للنقطة الثانية وهي نقطة أخطاء المدافعين بين الفريقين، وهي النقطة كمان بيتفوق فيها المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الفرنسي. من ناحية الأسماء دفاع منتخب فرنسا أقوى من دفاع منتخب الأرجنتين، ولاعبين منتخب فرنسا كجودة هن أعلى من لاعبين منتخب الأرجنتين. بس من ناحية منظومة منتخب الأرجنتين دفاعيا أفضل من منتخب فرنسا، وهالشي شفناه بالمباريات لما ملاعبين منتخب فرنسا عم يرتكبوا أخطاء صبيانية بالمباريات وبيخلوا الفرق المنافسة تتحصل أمامهم على ضربات جزاء. ومنروح للنقطة التالية وهي نقطة التكتيك. وبهاي النقطة الفريقين بتساووا تكتيكيا، والفريقين عم يلعبوا المباريات بأعلى مستوى من التكتيك. شفناهم بكل المباريات عم يطبقوا خطة المدرب 100%. شفنا اللاعبين عم يلعبوا على مستوى عالي من الانضباط. ومنروح للنقطة الرابعة وهي نقطة المقارنة بين المدربين. وبصراحة وأنا برأيي هاي النقطة بيتفوق فيها مدرب فرنسا على مدرب الأرجنتين، لأن المنتخب الفرنسي قدر يتعامل مع جميع الإصابات اللي حصلت معه بكأس العالم ويربح جميع المباريات بأصعب الظروف. أما الفريق الأرجنتيني فشفناه عم بيعاني ببعض المباريات، والمدرب ما قدر يعمل توليفة صحيحة إلا بآخر مباراة أمام المنتخب الكرواتي لما قدر يعطل أفضل خط وسط بالمونديال بقيادة لوكا مودريتش. في نقطة خامسة حابب أقارنها بين المنتخبين وهي نقطة الجمهور. وبهاي النقطة المنتخب الأرجنتيني بيتفوق بمراحل على منتخب فرنسا، لأنه جمهور منتخب الأرجنتين شفناه عم بيعبي الملاعب والشوارع بقطر، شفناه عم بيشجع منتخب بلاده من أول دقيقة لحد الدقيقة 90 لحد ما الحكم عم يطلق الصافرة. جمهور المنتخب الأرجنتيني هو أفضل جمهور بمونديال قطر. وهلأ بعد ما قارنا بين المنتخبين تقريبا بكل شيء صار لازم أتوقع بطل كأس العالم قطر 2022. وأنا برأيي على النقاط اللي شفتها صحيح المنتخب الأرجنتيني بيتفوق بأغلب النقاط، بس في نقطة واحدة بيتفوق فيها المنتخب الفرنسي وهي أهم نقطة، هي نقطة الحسم بالمباريات. هي نقطة تعرف كيف تفوز بالمباريات وتتعامل مع أصعب الظروف اللي عم بتمر بيها في المباراة. وبطل كأس العالم قطر 2022 هو منتخب فرنسا، لأنه راح يقدر يفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-0. ومبروك لمنتخب فرنسا تتويجه باللقب الثاني على التوالي. ولهون بكون وصلت لنهاية الحلقة. وقبل ما أختم يا ريت تكتب لي توقعاتك بالتعليقات لنشوف مين توقعه الصحيح للمباراة النهائية. وكرمال مباراة المغرب وكرواتيا أنا بتوقع أنه المنتخب المغربي راح يكون المركز الثالث بكأس العالم. وهلأ بقولكم يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتوصلوا هذا الفيديو ل 500 لايك. إلى اللقاء.